بقى الزعتر، معقول تزهقوا مني عم بفكر من هالزعترات والحكايات اللي ما بتخلص؟ هالنبتة اللي بتحمل ريحة الماضي وكل ذكرياته، هي غذاء ودواء ومصدر رزق. هالزعتر الموجود بشنطة كل مسافر، يا بيكون هدية أو إله قد ما بحبه. الله من على أرض فلسطين بهالنبتة الكريمة اللي ما خلت ولا عاطل عن العمل، وما إلها متطلبات أبدا، بس بدها مي. زراعتها ممتعة وقطفها ممتع وطعمها ولا أروع. نبات معمر زي وجع الفلسطينية. هالنبتة موجودة بكل مكان، ولكن بفلسطين إلها معاني أخرى. تخيلوا معي، منع قطف الزعتر منع قانوني، وسجلت أكثر من 40 قضية، ومين المتهمين؟ فلسطينيات وفلسطينيين تهمتهم قطف الزعتر أو حيازة زعتر من أرضهم. بدهم يفككوا العلاقة بين صاحب الأرض وأرضه. بعد مجزرة تل الزعتر في بيروت، بوقتها صار الزعتر رمز وطني أكثر من أي وقت مضى. وهالمحتل اللي فرض القوانين وبلش بال67 وزيرهم بن حيروت وابنه بتقسيم الأراضي وزراعتها والإعلان عن الزعتر إنه فخر صناعتهم القومية. حاولوا يدمجوا بينه وبين زعتر الأوريغانو عشان تضيع القصة وتضيع القضية، بس ما زبطت، لأنه الزعتر وراه أصحاب حق. محمود درويش قال: واحمل بلادك كأنها ذهبت، وكن نرجسيا إن لزم الأمر.